السلام عليكم. معاكم المهندسة طه محمد. عايزة اقول لكم اول حاجة كده، وحشتوني جدا جدا جدا. انا عارفة ان انا يعني غايبة بقالي فترة، بس طبعا دي لظروف خارجة عن ارادتي. بس بحب اشكركم كلكم على التعليقات الجميلة اللي وصلت لقلبي. بشكر كل حد لسه متابعني وبيشوف فيديوهاتي لحد دلوقتي وبيكتب لي تعليقات جميلة زيه. التعليقات كلها بتوصلني، وبجد بجد انا ببقى مبسوطة وانا بقرأها، وببقى نفسي ارد عليكم كلكم والله. اول حاجة كده عايزة اقول لكم يعني النقطة او اللي انا مخليني اعمل الفيديو ده. كلنا طبعا بيجي علينا وقت ونحس ان احنا نفسنا نرتاح او نفسنا نغير جو. نسافر في اي مكان، نشم هوا كده نضيف، نشوف طبيعة ربنا، ونشوف يعني نستجم كده في مكان بعيد. وهنا بقى هقول لكم الهدف من الفيديو. طبعا انا كمعمارية وشرفني ان انا جزء منهم ومن كيانهم، شايفة ان المعماري له عامل اساسي في حياتنا في كل حاجة. حتى الوقت اللي احنا بنروح نستجم فيه او نغير جو فيه، هو برضو له عامل رئيسي وعامل اساسي في النقطة دي. ازاي بقى؟ يعني القرى السياحية اللي احنا بنروحها لما بنشوف قرية جميلة، قرية مثلا واو منظمة فيها كل الامكانيات اللي احنا نفسنا نلاقيها، كل الحاجات اللي بتخلينا نقدر نستجم. زي مثلا يكون في جزء كده خاص بالنباتات، زي الاشجار، الحاجات اللي هي بتخلي كده الهوا يبقى مختلف. طبعا تصميم القرية نفسها، تصميم الغرفة هوريها لكم في اخر الفيديو. برضو من ضمن الحاجات اللي لفتت نظري في القرية ديت، انا هبقى اقول لكم اسمها لو انتوا حابين تروحوها او لو عجبتكم. اول حاجة كده ان هي منظمة وفيها كل الامكانيات اللي تخليكي او تخلي اسرتك من حيث بقى اشخاص كبيرة او اطفال. فيها متقسمة مثلا لجزء حمام سباحة، جزء مثلا اللي هو الكيدز اريا بتاعت زي الملاهي صغيرة كده. فيها كمان الاكوا بارك اللي طبعا كل الناس بتحب تروحها، صغير او كبير. بس احسن حاجة هنا ان هي من ضمن القرية نفسها، فمش هنضطر ان احنا نخرج برا او نروح قرية تانية وندفع مصاريف تانية ان احنا نستخدم الاكوا بارك دي. وهنا بقى يظهر أهمية المعماري أو يظهر أهمية المهندس اللي صمم القرية دي. ممكن تكون مش قرية يعني اللي هو الواو قوي، هي يعني تعتبر متوسطة بالنسبة لأشخاص كتير، ولكن اللي بيميزها عن قرى كبيرة إن ممكن تكون شاملة كل الحاجات اللي احنا بنحتاجها. ممكن مثلا لو محتاجين نقعد بالليل على كافيتيريا او كده، فيها زي وفي برضو من ضمن الامور اللي هنسى اقولها اللي هو الجيم، انا بصوره لكم اهو. يعني لو محتاجين جيم، سبا، فيها بقى القعدات العربي لما نكون محتاجين بالليل ان احنا نستجم ونقعد قعده كده بتاعت زمان، اللي هو جو بقى الطبلية والحاجات بتاعت زمان الجميلة اللي احنا مفتقدينها. فيها طبعا الاعداد دي معزولة تماما عن الجزء الخاص بالحمام السباحة او جزء الاكوا بارك، علشان برضو تكون فيها هدوء شوية. حتى كانوا بيشغلوا اغاني بقى ام كلثوم والحاجات القديمة عشان تناسب الجو. انا عجبني الجو ده، ممكن ما يناسبش ناس كتير، بس الاذواق كلها موجودة، ونقدر نروح اي قرية تناسب امكانياتنا وتناسب طبعا برضو الحالة المادية نفسها. النقطة الثالثة اللي عجبني حتة الاكوا بارك، في ان هنا المعماري او المهندس اللي صمم القرية ممكن تكون من ضمن الامور اللي مدير القرية او صاحب القرية اشترطها انه يعمل اكوا بارك. الاكوا بارك من اهم الامور اللي بتحقق السعادة للأشخاص. طبعا بيبقى فيها بقى جزء المية، الأكوا بارك بيبقى فيها اللعب المائية مثلا للأشخاص الكبيرة وللأطفال، فالكل هيستمتع. يعني الجزء ده أنا لاحظت إن مش أغلب، بنسبة 99.9% جميع اللي موجودين في القرية بيستخدموها. وعجبني انها برضو منظمة بطريقة معينة، يعني جزء خاص بالاطفال وجزء خاص بالكبار، والاتنين بينهم فاصل بحيث ان الاطفال برضو ما تتعرضش للخطر او تتعرض لاي مشكلة مثلا لما يكون الكبار بيستمتعوا بوقتهم.
حتى كمان المكان او الجزء الخاص بالمية اللي هو حمام السباحة بتاع الاطفال صغير جدا، عمقه بسيط جدا. وده برضو من ضمن التفكير المعماري في النقطة دي، انه مهما كانت حتى الام والاب منشغلين بان هم يستمتعوا بوقتهم، زي ما انتم شايفين ان اللي هي الخاصة بالكبار بعيدة شوية، مش بعيدة يعني، بينها وبين بتاعة الاطفال فاصل. فهنا لو الام والاب نفسهم بيستمتعوا بوقتهم طبعا مفيش اي خطورة على الاطفال. ومن ضمن الامور برضو اللي عجبتني في القرية ان في زي يعني حد كده مسؤول عن حمامات السباحة، بحيث ان هو يعني يحسسنا بالطمأنينة وبالامان بالنسبة للاطفال او للكبار. طبعا الجزء ده من ضمن او من اهم الاماكن اللي كانت موجودة في القرية. النقطة اللي بعد كده بقى الجزء الخاص بحمام السباحة. الجزء ده طبعا برضو كلنا بنسبة 100%، مش 99 بقى، 100% كلنا بنحبه وبنستمتع بيه. في برضو القرية متواجد فيها جزء خاص بالأطفال وجزء خاص بالكبار، ودي الحاجات اللي مش دايما بتبقى موجودة في قرى. أنا رحت يعني قرى كتير ما كانتش متواجدة في كل القرى، فالحاجات دي لازم نتأكد ان هي موجود فيها حاجات او اماكن تخص الاطفال، من حيث اللعب، من حيث الاستمتاع بالمية، من حيث الكلام ده، لان مش كل الاطفال تقدر تنزل البحر. فعلشان يعني في البداية بنبقى واحنا لسه مش متجوزين بنستمتع بوقتنا وكل حاجة، بس بعد الجواز بيتغير التفكير شوية وبنفكر في الأطفال. فلازم نتأكد ان احنا بنصرف الفلوس في المكان الصح. وهنا من ضمن الامور برضو اللي هقول لكم المعماري له عامل اساسي فيها، انه بيحقق لينا كأسرة كاملة السعادة. يعني هو مش بس مقتصر على الاجزاء مثلا زي غرفة النوم او البيت نفسه اللي احنا عايشين فيه، تنظيم الشارع، لا، هو مسؤول عن كل حاجة في حياتنا وبينظم لنا كل حاجة في حياتنا. ولولا ان المكان يكون منظم ومرتب ومعمول حساب كل شيء، اكيد مش هنستمتع بالوقت فيه. تمام. النقطة اللي بعد كده طبعا اللي هي بقى من اجمل الحاجات اللي هي البحر، وموجود برضو جزء خاص بالاطفال كيدز اريا. هنا البحر برضو ممكن نستمتع فيه ونقضي وقت جميل حتى لو مش هننزل، وبرضو هنبقى مطمنين على اطفالنا ان هي ورانا بتلعب. ودي برضو من ضمن الحاجات اللي عجبتني قوي. البحر طبعا القعدة عليه ممتعة والهواء كان يجنن. هنا بقى شكل الصخور وشكل الأحجار الصغيرة دي كان جميل وممتع. المياه صافية طبعا، وفي طبعا اللي هي اللانش والحاجات الخاصة بالألعاب اللي هي في المياه نقدر برضو نستمتع بيها. ضمن أكتر الحاجات اللي بتميز مصر إن هي فيها أماكن جميلة، اذا كانت بقى السخنة او الساحل او شرم او الغردقة، البحر الابيض، البحر الاحمر. بصراحة مصر كل الاماكن فيها تحفة، وكل الاماكن الواحد يقدر يستمتع فيها، ودي من اكتر الحاجات اللي بتميز مصر وجمالها. نيجي بقى لاخر نقطة في الفيديو، العنصر اللي هو الخاص بغرفة النوم. طبعا برضو لازم تكون غرفة متكاملة نحس فيها براحة، يكون فيها مثلا الجزء الخاص بالنوم مريح. حتى الجزء الخاص بالحمام نفسه لازم يكون برضو متصمم بطريقة تناسب الضيوف. مش معنى ان هي ان احنا مجرد جست رايحين مثلا اسبوع 10 ايام ان احنا نبقى عايشين كده وخلاص، لا، لازم نحس براحة في كل المكان، ولازم نستمتع بكل لحظة هنعيشها في المكان ده. وبكده نكون خلصنا جولة النهاردة، وانتظروني طبعا في فيديوهات كتير جاية ان شاء الله. اتمنى تكون فكرة الفيديو عجبتكم، واتمنى تكونوا استمتعتوا.